السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نصيحة لوجه الله تعالى، الإكثار من شراء الدجاج غلط. خلي لك دجاجتين 3 أو كلش 4 وكافي. إذا تعطيهن لقاح وتعطيهن أكل وتداريهن راح تحصل على مجموعة ما شاء الله تكاثر جدا كبير بالصلاة على محمد وآل محمد. هسه هذه اللي سميتها وداد، هذني فروخها ما شاء الله، هذني بعمر ما يقارب 14 يوم، اسبوعين تقريبا، اسبوعين. اليوم طلعت نسرة هم عندها 16 كتكوت، الحمد لله والشكر، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم اعطيتهن اللقاح وخليتهن ما يقارب نص ساعة بعد اللقاح وطلعتهن. هاي لأول مرة يطلعن هذني الكتاكيت الصغار اولاد نسرة. هسه اللي صار قبل شوية انه خلطن هذني ويا هذني، مع العلم خوات، ومع العلم انه نفس البيض، لانه بيضات هاي وبيضات هذه هن يعني مختلطات، يعني جمعتهن سوا، فيعني لربما اولاد هاي اولاد هاي اولاد هاي أولاد نفس الشيء هو هاي. بس مع ذلك هذه شافتهن وشافت هذن الصغار اولاد نسرة، ميزتهن رأسا، ميزتهن نقرتهن، قامت تنقر بيهن بهذن الصغار اللي حيل. هذن بعمر 8 ايام، هذني بعمر 8 ايام. اجن يوم 26/1، اجن كلهن يوم 26/1. هذني اولاد وداد، هذني اجن ما بين يوم 16 17 18، يعني مو رأسا بنفس اليوم فكسا كلهن، وإنما اجن على دفعات. فيوم 16 17 18 هذني يوم 26، هذني يوم 26 كلهن أنا اللي شفتهن الصبح طلعن 2، الظهرية صارن أو العصرية 8، بالليل كملا كلهن ما عدا وحدة بيضة، وحدة هي الفازدة، والظاهر ما ملقحة أو فازدة على الأغلب، لأنه أنا أشوفها شيكتها شفتها بيها، يعني بيها سواد وبيها غرفة هوائية وبيها كذا. فأما الكتكوت هو يعني مختنق وميت أو فزدت بعد ما أدري، بعد أنا مو خبرة هاي. بس مع ذلك إنه الحمد لله والشكر اللي طلع لي 16 و16 رحمة من الله، الحمد لله والشكر. زين هذيك سميحة لا سميحة البيضة، اي هاي وداد، لا اي ما ادري اياها كان عادي الاسماء. هذول هسه فوق الشهر، يعني فوق هذول نهاية السنة، سنة 24 بالضبط، نهاية السنة 24 اجن هذني، يعني شهر صار عمرهن. ومثل ما قلت لكم مع ذلك انتم تلاحظون انه هذني اكو 3، هذا العروج طيب، هذا ورا امه بالضبط، هذا وهذا اللي يمه، وبعدك واحد صغير وين راح؟ هو هم يختفي. زين هذول لحد الان اعمارهم صغيره او حجمهم جدا صغير، يعني غريبه والله، يعني عمرهم شهر بس هم حجمهم نفس حجم هذول، او يكاد هذول اكبر، صاروا هذول اكبر من هذول اللي اولاد هذا اللي عمرهم شهر. بس شنو النقص؟ نقص كالسيوم، نقص تغذية. انا التغذية ما شاء الله دا تشوفون، يعني ماكو مكان ما بي غذاء، ودا اعطيهن باستمرار، ودا اعطيهن انه صبح وليل وظهر، يعني تاخمهم مثل ما يقولون. بس رغم ذلك هم هذول الصغار 3 ظلوا صغار، اولادهم البقية العفو دا شوفوهم شلون، الريش شبه اكتمل، الوانهن تقريبا شوي قامت تستقر على اللون الاخير. هذا هل انه هذول ورد الباقلة؟ ما ادري، صخولهم ورد الباقلة ان هذول هاي الالوان ما ادري بيها، خليها هسه اللي يتابعوني واللي يشوفون بعدهم ما اعرف. انا بصراحة هسه يعني رغم انه نفس البيوض هذني وهذني هن نفس البيوض، اختلطت ووزعتهن ما بين هاي وما بين هاي، بس هذول طلعوا هذن الاثنين، هذول بالضبط الاثنين اللي وراها، هذول الوان
ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذول رصاصيات، 2 رصاصيات هذول، أو لا 2 هذول. فد ألوان جدا حلوة، رصاصية جدا رائعة. وطلعوا هذول السود، هاي ذات ميزوه، هذاك الأسود والأبيض، بطنه بيضة. وهو شوف شلون فد ألوان جدا ما شاء الله، جدا حلوة جدا رائعة. ف راح أداريهن إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله يكملن وما يصيبهن شيء. أنا لقحتهن وبعد على الله. هسه أنا بعد التلقيح شو أسوي؟ أكثر من تلقيح. إن هذني شوف، هذني 2 ألوانهن جدا حلوة. ولك اقعد، زي نقرب عينه، ولك اقعد. ألوانهن جدا حلوة مميزة، يعني أنا دا أشوف أنه مميز. هذاك وهذا أخوه. يلا روح لأمكم. تعال ولد نسرة خانم، روح هذي هناك. هسه أنا أظل تدليكن بومكن، هذيك أمكن. هاي روح يم أمك، روح يم أمك. ولك روح يم أمك. من هسه تشلع قلبه لما تكبر شلون صير حباب. يلا امشي بطول الخنصر. يلا ها يلا ما يخالف. دا يشربن مي عبالي دا تحارك. انت بعدك اول يوم طلعتي قمت الشاري، ما شاء الله عليك. يلا هاي هي. هذن السود يعني مبينات، حتى انه اكو بعضهم قال لي هاي السود هذني دير بالك عليهن، يعني هذني اصليات، وجدا اصليات ونقيات. خاصة هاي نسرة، شو ام لحية كأنها نسر. هذني حلوات فعلا، حلوات يعني ما شاء الله. هذه وهذه، هذيك ما اعرف، هذيك يعني ما ادري مضربة هذيك، لانه شكلها مو مثل شكل هذين العربيات. يجوز هم عربية، بس يجوزها يعني امها بايقة من هراتي، من واحد ما ادري شلون كان عفطي بالشوارع، ما ادري. المهم انه يعني الله الساتر، خلوها يعني مستورة خطية فشلة. على كل حال ان شاء الله خير ان شاء الله تعالى. هسه أنا هم مشكلة، عندي شغل بالقاع، لازم أشتغل. معذرة. وبنفس الوقت لازم أداريهن، لأنه أخاف تجي يعني يجي بزون شي. المزازين هم تحوم هنا، تدرون البزون إذا لقف له واحد وشرد بعد هاي تركض وراه ما تلحق. قعدي ولج قعدي يا مشعولة الوالدين، قعدي. يلا شكرا لكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.